السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معكم وصفه حساء الكرومب، لاصوب تاع الكرومب. راح نعطيكم السر نتاعها باش تجي بنينه، وهاد لاصوب مناسبه جدا لاصحاب الرجيم وغنيه بالالياف، تعطي احساس بالشبع. ننصح بها الناس اللي تتبع حميه غذائيه، تساعدهم على فقدان الوزن في مده قصيره. يلا تبعوني. نحتاج في هذه الوصفة قطع دجاج، من الأحسن يكون كويس. نتجنبوا في هذا لاصوب صدر دجاج لأنه يجي ناشف. نستعملوا أطراف الدجاج اللي تكون فيها المادة الدسمة مرتفعة شوية. نحتاج أيضا كرومب مقطع رقيق، أنا هنا استعملت نص حبة تاع كرومب، حبة بصل مقطع رقيق، قزبر، معدنوس مقطعين، مغرفة كبيرة تاع كرافس مقطع، 3 سنات ثوم مربي. توابل نحتاجو جنبو دجاج اختياري، فلفل كحل وزنجبيل، الملح طبعا. هذو هما المكونات اللي نحتاجوهم. ويلا نروحوا لطريقة التحضير. نجيب كوكوط نحط فيها الدجاج، نحط البصل، نضيف الكرنب والكرافس والقزبر والمعدنوس والثوم، ونضيف التوابل اللي عندنا ايضا مع الملح ما نسوهش طبعا. نغلقوا الكوكوط بلا ما نديروا الصفارة، ونحطوها فوق النار تكون ناقصة، ونخليو كلش يتقلى مع بعض مليح. كما لاحظتوا ما حطيت فيها لا زيت لا زبدة لا سمن، يعني اعتمدت في هذه الوصفة غير على المادة الدسمة اللي موجودة في الدجاج. هنا بعد ما جازت عليها حوالي 20 دقيقة كما راكم تشوفوا الكرومب طاب، نقص الحجم نتاعو، وحتى الدجاج راهو طايب مليح. يعني نعطيوها الوقت في التقلية. هنا نمرق بالماء، الماء طبعا يكون سخون، ونخليها تغلي شوي ومن بعد نطفي عليها. طبعا كمية الماء تكون على حسب القوام اللي تحبيه. انا لاصوب تاع الكرومب نحبها ثقيلة شوية، على بها ما كثرتش الماء. وهذه هي لاصوب بعد ما رحيتها بالبراميكسور. المرصو نتاع الدجاج فتته من الفوق، ريحتها واش نقول لكم صراحه تفتح الشهيه، والبنه تاعها روعه، بالاخص كي تزيد لها القارص. وفي هذه الوصفه عطيتكم جميع الاسرار باش تنجح لكم هذه لاصوب وتجي بنينه بزاف، واللي هما نستعمل اطراف الدجاج اللي تكون نسبه الدسم فيها مرتفعه، يعني الكويس والجنحتين. ما نستعملوا لا زيت لا زبده لا سمن، نعتمدوا فقط على مذاق الدجاج والدسم الموجوده في الدجاج. الكرومب لازم يكون مقطع رقيق رقيق. المكونات هذه نعطيوها وقتها في التقلية حتى تطيب بدون اي قطرة تاع ماء. الماء اللي نمرقوا به لازم يكون سخون. جربوها ما راحش تندموا، مضمونة 100%. والناس اللي ما تحبش لاصوب تاع الكرومب بهذه الطريقة راح تبدل لكم رايكم، راح تولوا مدمنين على هذا لاصوب. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم سالمين.